مهندس إيهاب ودكتور بهاء، أهلا بيك. بيكم. اهلا بيك يا دكتور. منورنا النهاردة، وأكيد هيبقى حديث ممتع وناس كتير هتستفيد النهاردة باللي هتسمعه من حضراتكم باذن إن الله. شاء الله. إن شاء الله. حابة ابتدي معاكم النهاردة بكونسبت اللي ابتدت على أساسه شركات كتير، turning vision into reality. اسمح لي باشمهندس إيهاب اتفضل. إن كتير من الشركات ما ابتدتش بالمفهوم ده، ابتدت بكونسبت تو كومبلاينس. الأوبريشن والرياليتي بيأتي بعد الكومبلاينس. احنا هنا بنتكلم على الشركات الصناعية يا دكتور بهاء. نعم. أي شركة صناعية المفروض إنها بتفكر في النجاح والاستدامة للبزنس اللي بتبتديه. بكلام حضرتك ابتدوا الأول بالأوبريشن والكومبلاينس ايشوز اللي المفروض يلتزموا بيها. في الحقيقة كتير من الشركات الموجودة، المصانع أو الشركات الصناعية بتتبنى كونسبت from concept to compliance. قليل منهم قوي أو تقريبا يعني إلا من رحم ربي اللي بيتبنوا كونسبت from vision to operation أو real operation. لأن الأوبريشن هو مرحلة بتيجي بعد الكومبلاينس، بعد ما المصنع أو المنشأة الصناعية بتاخد الأبروفال من الجهات الرقابية. فخلينا نبتدي الأول بالفيجن. الفيجن هي رؤية، والرؤية دايما بتبقى عند الكلاينت أو عند البيزنس اونر. فمهم جدا جدا أي خطوة في أي بروجكت لايف سايكل هي الفيزابيليتي والكونسبت ديفلوبمنت. الأونر عايز إيه؟ لأن بناء على رؤية الأونر والدراسات اللي هو عاملها هنصيغ ده في صورة كونسبت اللي هنشتغل على أساسه ونبتدي نترجمه لحاجات تانية في مراحل أخرى في المشروع. في بعض المشاريع وجهة النظر التقليدية كانت أنه طالما معايا فلوس وطالما معايا الملاءة المالية اللي ابتدي بيها المشروع إذن أنا أقدر أنجح. حضرتك النهاردة بتقول أنه مش بس الفلوس أو رأس المال، أنه يكون كمان المشروع مبني على دراسة أو على visibility، ده يساهم في نجاح المشروع بس ما بيحققش الاستدامة. نعم. عشان أحقق الاستدامة أنا كمان محتاج أفكر أبعد من الفيزابيليتي، وأبتدي أشوف هعتمد على مين في إنجاح المشروع بتاعي. نعم. وتحويل الأفكار أو رؤيتي للبزنس لأن هي تبقى واقع. نعم. صح؟ نعم. والرؤية هنا الفيجن الصحيحة الكاملة مش كمان بتحقق الاستدامة وبس، ولكن بتوفر كتير للأونر. بتوفر لأن لو رؤية مش واضحة من الأول هنعمل ريتروفيت ونبتدي نعمل ري ديزاين ونعيد التصميم من أول وجديد. هنضيع وقت، هنضيع فلوس. الري وورك ده هسل كبير بيحصل في شركات نعم. صناعية كتير. أنا نعم. بشوف يمكن على مدى الإكسبيرينس، وأكيد حضراتكم بتشاركوني ده، كتير من المصانع ممكن يطلبوك كاستشاري تعالى محتاجين سبورت، وبعدين ما نتفقش وتلاقيه تعاقد مع حد تاني بسعر أقل أو بتكلفة أقل، وبعد 3-4 سنين تلاقي نفس المشكلة وتفاقمت وأثرت على المصنع أكتر. وللأسف إصلاحها بيكلف كتير قوي. أكتر كتير. كتير. في دراسة قالت إن كل $1 بينفق في مرحلة الديزاين في البداية بيقابله $10 لإعادة التصميم أو تكلفة إعادة التصميم وإعادة الوضع الأصله في النهاية بعد ما بنينا. دايما التصليح مش زي التصميم على أسس سليمة من البداية. نعم. فأهم حاجة في التصميم الرؤية. لازم الرؤية تكون واضحة. أنا كبزنس أونر عايز أعمل إيه؟ والكلمة دي مش هقدر أقولها إلا إذا كانت مبنية على دراسات. عامل feasibility study، عامل market analysis، عامل product analysis، عارف إيه الدوزيج فورم اللي أنا هشتغلها من أي مولكيول، والسكوب بتاعي إيه، والريجونز يعني regulatory market analysis. أنا هوزع وهبيع في أي ماركت، لأن في كل ماركت وفي كل دولة ليها regulatory authority بتاعتها اللي ليها متطلبات تختلف من دولة لدولة. لازم نبقى من البداية عاملين كل الدراسات دي. الدراسة المالية، الجزء الفاينانشال. اوكي، للأسف في شركات كتيرة، واحنا شفنا، انا بنتكلم طبعا سواء انا او الباشمهندس ايهاب بنتكلم من واقع احنا شفناه وعشناه في أمثلة قصادنا. ما يعملش فيزابيليتي ستادي وبعدين اجي ستاك. امتى اعمل الفيزابيليتي ستادي؟ لما ستاك وابقى محتاج ان انا اخد فند من البنك، فالبنك يطلب مني فيزابيليتي ستادي فانا اعملها، بس في الحالة دي فقدت معناها. دي حقيقة. افتكر احد السي اوز في مره كنا بنشتغل معاه، فكان بيتفاخر جدا وهو بيتكلم انه
احنا ما بنعملش دراسات جدوى. انا لما بنوي الحاجه ببتدي على طول وخلاص، انا ما بعملش دراسه جدوى. خليني اولا البرودكاست خلوني يعني اخرج شويه عن الفورماليتيز اللي حاسس ان احنا بنتكلم كلام دايما المهندسين عمليين يا باشمهندس. انا عايز اقول نخرج من نترجم الكلام الجميل المنظم اللي قاله دكتور بهاء لحاجات بسيطه، واخد من كلام حضرتك برضو ان الملقاه الماليه اللي حضرتك بتقولي عليها مش دايما بتبقى كافيه للنجاح، بيبقى في اعتقاد ان هي كافيه. فقصه حياه المشروع المفروض فيها لو احنا قسمناها على مراحل، المرحله الاولى اللي هي نفكر 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 ونعمل زي ما قال دكتور بهاء كونسبتشال للمشروع. دراسة الكوست بتاعت المشروع دي في حد ذاتها جزء مهم قوي، لان الاندر اكسبكتيشن او الاوفر بادجيتنج الاتنين غلط. فانت لازم تحطي المارجن المظبوط اللي يتحط بمعيار مظبوط يخلي عندك وانت بتعملي كونسبت نسبة الايرور تقريبا بتبقى 25%، ولما تحولي الكونسبت لديتيل ويبتدي يبقى فيه تندرنج بتقللي الايرور دوت ل10%، وبتحطي مخاطر تقلبات العملة وبتقسمي ايه الحاجات. لو انت في ماركت زي الماركت المصري هيبقى عندك دايما بتحطي على عينك على سعر العملة، فبتقسمي المشروع بتاعك لحاجات انت هتشتغليها بالعملة المحلية وحاجات هتشتغليها بالعملة الصعبة. يمكن بعض الماركتس التانية زي ماركت الخليج ما بتتعرضش للمشكلة دي، فالاكسرسايز بتاع البادجينج هيبقى اسهل. لو احنا اتكلمنا من واقع الخبرة، المفروض لو احنا بنعمل ريجوليتد اندستري في مصنع المفروض اللايف سايكل تبقى من 4 سنين ل5 سنين في اقصى تقدير. شفنا مشاريع قعدت فوق 15 سنة حقيقي، وشفنا مشاريع قعدت 12 سنة ومحدش عارف المشكلة جاية منين. حقيقي. طب المشكلة جاية منين؟ المشكلة جاية مبدئيا في مثلث لازم يبقى مقفول. المثلث ده هو الاونر، ترجمة طلبات الاونر لكونسبت. الكونسبت ده للأسف احنا بنروح كتير قوي مع شركة تكون شركة كونسلتيشن كبيرة جدا وأسماء لمعة جدا وأساتذتنا في كل المجالات، بس هو أساتذتنا في المعماري والإنشائي والإلكتروميكانيكال بس مش في الدواء ولا في الفود، لأنه هو منزلش جوه المصنع شاف العامل بياخد الباليتة بيتحرك بيها يروح فين ويمشي بيها ازاي وبيهندل البرودكت ازاي. فهو بيبقى شايف المبنى وشايف الماكينات الكبيرة اللي فيه وشايف الكهرباء والميكانيكا والصرف والعمدان وكل الكلام ده، بس مش شايف احنا هنتحرك جوه المصنع ازاي. حقيقي. تيجي هنا مهمة الفارماسيوتيكال اكسبرت اللي هم مثلث من 3 بتاع الاوبريشن اللي هو البرودكشن، وبتاع الهندسية الفارماسيوتيكال، والراجل بتاع الكيو اي اللي بيريجوليت احنا بنعمل ايه وزن اخر ابديت للجايد لاينز، سواء احنا بنشتغل في سوق في سعودي FDA او شغالين في FDA او ايميا او ايا كانت او WHO عادية خالص. فالمثلث ده لما بيبقاش موجود من الاول ما بنبقاش الرؤية واضحة. ثانيا فهمنا لعمر المشروع مش النهاردة، مش ال5 سنين دول، هنتكلم على ال50 سنة الجاية. ممكن تشتري قطعة أرض ميجا وتبني النهاردة الحتة دي وبعدين بكرة هتبني دي، اللي هو الموديلر ديزاين. الموديلر ديزاين ده لازم تبقي رسمة في خيالك مساراتك لغاية 50 سنة قدام. لما هزود كابل هعديه منين؟ مش معقولة أعدي كابل في حتة أرض وبعد كده أجي أقول أنا هشيل الكابل ده وأنقله وأبني هو ده الحاجات اللي بنقع فيها كلنا، لأن ما بيبقاش فيه 50 سنة قدام هنعمل إيه بنبص. ويا ريت إن إحنا كمان على قد المشروع الواحد بنخلصه في الوقت المطلوب، لأن بنقع في الغلطات بتاعت زي ما حضرتك قلتي الريديزاين، لأن إحنا مش من الأول حطينا المواصفة الصح والرسمة الصح. ثانيا طبعا احنا عارفين ان احنا دلوقتي السنين اللي جايه دي كلها سنين الكوست اوف انرجي،
تلاقي ان الناس مثلا في الكلاسيفيكيشن بتاع التكييف بيكزيجريت قوي في النمبر اوف اير تشينجز، حقيقي. مع ان هو مش محتاج الرقم ده. بنسيف نفسنا. طب ما هو انا النهارده اللي بسيف فيه نفسي دوت بيكلفني في كوست الاوبريشن زيادة. ارقام. فالديزاين بجرام الذهب، يعني حقيقي. زيه زي جرام الذهب، لازم تبقى كل خطوه فيه محسوبه. ونيجي نقول كلمه في الاخر، مش عايزين نعمل فاليو انجينيرنج، نروح عاملين اي حاجه غيرنا دي وحطينا دي، مش هو دوت الصح. فلازم علشان توصل لديزاين مظبوط يكون الناس المظبوطه اثناء الديزاين اون بورد، موجودين على الترابيزه بالخبره الكافيه. والخبره الكافيه دي تكون عدد سنين، مشروعات نفذت على ارض الواقع، يعني يكون ليه تاريخ بروفن تراكت، مش اي حاجه وخلاص. وزي ما حضرتك بتقولتي، الناس بتيجي في الحته الاولانيه دي وتقول ان نعمل ديزاين بقد كده. لو تعرف كم الكوست اللي انت ممكن توفره اثناء الكونسبت، هتعرف انك تدفع، لا ادفع كده وادفع كده، لانك هتاخد قدامه سيفنج قد كده. حقيقي. احنا في مشروع يمكن انا مش حابين نجيب اسامي، لكن احنا في وان اكسرسايز في التكييف شلنا في قاعده واحده شويه تغييرات بسيطه، شلنا $350,000 من غير ما نأثر على اي حاجه. ده كان في ايتم واحد ولا كان في ايتم الهول واحد، ديزاين؟ في ايتم محابس اوه. بس اتغيرت من طيب لطيب، واحتفظنا ببعض المحابس في الكريتيكال ارياز. يعني ده بيخلينا دايما نقول ان اختيار التيم اللي بيعمل الكونسبت اهم بكتير جدا من مرحله الديتيلز ومن مرحله التندرنج والكلام ده كله. يعني من كلام حضرتك، كل ما كانت الفيجن واضحة، وكل ما كانت الريكوايرمنتس بتاعة الأونر أو هوميفر مين من الأونرز انفولفد وقت التصميم برؤية واضحة، بريكوايرمنتس محددة وقت التصميم، ده بيساعد في إن احنا نحول الفكرة دي فعلا لرياليتي ناجح قابل لتحقيق أرباح. اللي هي ببساطة بلان زين بلان زين بلان زين دو. اسمعي كل الطلبات، مستفيض جدا في السمع لغاية ما كل واحد يقول كل اللي عنده، وبعدين نترجم له كلامه ده. وطبعا الفريزنج بتاع الرغبات عند مرحلة معينة مهم قوي، لأن التغيير المستمر على اللايف سايكل ده بيعمل مشاكل كبيرة. فلو الناس من الأول، يعني أهم حاجة إن من دور الاستشاري إنه يساعد اللي بيطلب إزاي يطلب. زي ما احنا بنروح نطلب وجبه في اي مطعم، تاخدي الريكومنديشن بتاع الشيف بيساعدك، دي تناسب دي ما تناسبش دي لا، مش دايما الزبون على حق. لازم في حد يساعده علشان يطلع احسن ما عنده بالتكلفه الريزنبل الصح. وطبعا دكتور بهاء يقدر يقول لنا امثله اكتر من كده بكتير. اقدر اخد من كلام الباشمهندس ايهاب واقول لمس جزئيه مهمه قوي، واقدر اقول دي جزئيه كرونيك يمكن في نسبه كبيره قوي من المصانع اللي اتبنت مش في مصر وبس ولكن في الريجون، وهي الديزاين اوبريشن جاب. باشمهندس ايهاب اتكلم على ان احنا ندخل المثلث بتاع تيم البرودكشن وتيم الكيو اي اللي هم الاوبريشن. للاسف في كتير من المشاريع بيبقى الديزاين حلو على الورق، بس لما يجي يتنفذ وبعد ما نجيب نحط فيه الناس ويلا نشتغل بنجد ان في مشكلة. ده مش بيلبي احتياجاتنا كناس هنشتغل بايدينا حقيقي. فالصح ان انا to engage التيم بتاع الاوبريشن from day one of design of the design phase. شفنا امثلة كتير، انا حدي امثلة ممكن في قطاع الدواء اللي احنا يعني شغالين فيه وهيسمع في قطاعات مماثلة، نفاجأ ان الديزاين كان معمول على ان مثلا الاريا الستورج او المخازن الفينيشد جود تكفي او تسع انتاج اسبوع، بينما لما نشوف ده مصنع ستيرايل بينتج منتجات عقيمة. يعني انا عندي على الاقل 24 ساعة كارانتين، في وقت لازم استنى المايكرو انتظر مايكرو. انا في عندي ستيريليتي تيست او اختبار تعقيم
النتائج بتاعته بتظهر بعد 14 يوم. ما اقدرش اطلع المنتج بره المصنع. فانا على الاقل محتاج مكان للتخزين كارانتاين للفينيش جود 14 يوم بلس الاسبوع بقى للريليز. اللي عمل الديزاين ده مهندس بس ما اشتغلش اوبريشن او ما كانش معاه حد من الاوبريشن. اني اعمل ديزاين مثل تاني سهل خالص. اجد ان الجاونينج رومز او ملابس مناطق تغيير اللبس بيبقى عندنا ميل وفيميل. ففوجئت في ديزاين وانا بعمل لاحدى الشركات ديزاين ريفيو ان هنا 200 متر للميل وهنا اجمالي المساحه وهنا تقريبا 200 متر زيهم للفيميل. طيب السؤال، سالت الاونر انت مخطط يبقى عندك كام فيميل؟ ده المصنع كله فولي اوتوميتد. فقال لي والله احنا هنبقى تقريبا من 15 ل 20%. طب ليه انا عامل الاثنين كوبي وبيست؟ الديزاينر عمل ايه؟ اخذ الديزاين بتاع الميل وعملوا كوبي وبيست از ميرور ايمج للفيميل. طب انا كده هسبب مشكله. في الميل هيبقى فيه كونجيشن وفي الفيميل هيبقى فيه مكان غير مستغل، العدد قليل والمساحه كبيره. انا كده هدرت. نقول مثل ثالث للجاب اللي ما بين الديزاين والاوبريشن او التصميم اللي مش بيخدم الاوبريشن. وهنا المثل ده بتكون النتيجه فيه شبه كارثيه. ليه؟ كوريدور باشمهندس ايهاب، الكوريدور اللي بيمشي فيه الخامات، ولو الكوريدور ده بيخدم على غرف اخرى فبيبقى فيه زي باس بوكس، ممر بنعدي منه باليتات الخامات للغرفه دي. فتجدي على الديزاين الباس بوكس له بروحين، يعني يخدم الغرفه التحضير، وفي الديزاين عامل فتحه جانبيه 90 درجه لغرفه الفيلينج او وات ايفر. طيب اللي في غرفه التحضير اللي قصادي هيسحب الباليت لان احنا على خط مستقيم واحد. طيب الراجل ده هيسحبها ازاي؟ مش هيقدر يسحب الا انه ينزل برجله باللبس بتاعه المفروض معقم او وات ايفر على الارض علشان يوطي ويجيب الخامات من اللي على الباليت دي. لكن لو التيم بتاع الاوبريشن كان موجود مع تيم الديزاين كنا في البدايه هنعمل حاجه اسمها باليت مانوفرنج ستادي ونشوف هنا نعمله باس بوكس وان واي ولا بروحين زي ما احنا قلنا ولا دبل ولا تريبل. اوكي، فدي امثله كلها. المثل ده كارثي ليه؟ لان ده بيضرب في الكومبلاينس. احنا بنتكلم الراجل في ستيرايل اريا او في منطقه تحضير في ادويه مثلا، وهو الجاونينج بتاعه بينزل بيها على الارض عشان يقدر يجيب الخامات. دي جزئيه كمان كان الباشمهندس ايهاب بيتكلم عليها، وهي ازاي المصنع بتاعي يبقى سكيلابل، اقدر ان انا اكبره. ما انا لو عندي قطعه ارض كبيره بنينا جزء، طب والجزء اللي بعد كده؟ اعتقد ده بيبقى مصدره في الاساس ان ما حدش بيكونسيدر الكاباسيتي من البدايه. احنا بنشتغل وخلاص، عايزين ننتج وعايزين ننزل ربنا فتح علينا خلاص. حقيقي. ما هو ده التيم، ده يرجع للتيم. واضيف على لدكتور بهاء غلطه بنكررها كتير قوي اثناء الديزاين، ان احنا بنجيب سينيور بيبل في مرحله الديزاين. حقيقي. من الاخر مش الصناعيه اللي شغاله. انا احب اسمع لما اجي اديزاين، احب اسمع من الراجل الصغير بتاع الاوبريشن اللي بيشتغل بايده. انت بتعمل ايه، هتمشي ازاي، هتروح ازاي، ونمثل كل الكلام ده ونشخبط ونرمي ونشخبط ونرمي لغايه ما نطلع بالرسمه اللي الصنايعي بيشتغلها. صح. بيمشيها ازاي، بيهندلها ازاي، والراجل بتاع الصيانه هيقدر يحل مشاكله ازاي. يعني هل انا اعمل ضغط ما اعرفش افك الفلتر بتاعه؟ ما هي مشكله. يعني الناس تعمل ديزاين مثلا وتنسى تعمل اللو ليفل ريتير، فيقول لك طب هنحط في الركن ده وفي الركن ده ونبتدي نحطها في اي حته، ونلاقي في الاخر اللي احنا عاملين هوموجينيوس اير ريبليسمنت ولا عارفين نركبها فين، والاوضه صغرت مننا بعد ما بنينا المبنى. يبقى الموضوع كارثي. تبتدي تتفرجي بقى في حلول مش اصح حاجه، وبتفضل طول العمر بين واحنا شغالين. فدايما ما نغفلش دور الراجل الصنايعي اللي هيشتغل الشغلانه، سواء اذا كان من الانتاج او من الهندسيه او اناليست في المعامل، وهيقف ازاي وهيتعامل ازاي. يعني في بعض الحاجات انت بتدي مثل بسيط كده، انت بتدي الصرف للاستشاري بتاع الالكتروميكانيكال، فبيعمل انواع صرف معينه. تكتشف ان احنا مثلا في الاوتوكلافات
بنصرف عند درجه حراره 100 حاجه و20، فالصرف بيسيح تحت الخرسانه. فمن الاول لازم يبقى عارف ان احنا بنحدد بالظبط احنا هنصرف ايه وهنحتاج يوتيليتيز قد ايه، وتطلع اهميه حاجه اسمها الروم داتا شيت اللي فيها بيبقى اكتر من 30 ايتم لكل اوضه فيها الديتيلز علشان اعمل بعد كده اللي هي بيسموها اليوتيلايزيشن ستادي اللي فيها البيك لود بتاعي فين والنورمال بتاعي فين، عشان لما اجي اجيب خدمات ما اجيبش اوفر سايزد او اندر سايزد. وبرده تاني نرجع اخد من كلام دكتور بهاء الموديلر ديزاين. انا بكره لما هكبر هعمل ايه في اليوتيليتيز بتاعتي؟ هحط غلايه جنب التانية وابقى محضر، ولا هجيب غلايه كبيره من الاول، ولا هجيب 3 غلايات، ولا كل مبنى هيبقى له الغلايه بتاعته في المكان بتاعته، السنتراليزيشن ولا هخليها انديفيدوالز. كل ده بيخليني اروح للسنين الجايه بتاعت السمارت اوبريشن والانترنت اوف ثينجز. ازاي احط سمارت ميترز اكروس السنترز، علشان احنا رايحين على ان النهارده زيادات البترول ما حدش عارف هتوصل لغايه فين، وبالتالي اليوتيليتيز هتوصل لغايه فين. فالنهارده الانترنت اوف ثينجز والسمارت ميترز ما بقتش رفاهيه، هي ثمنها بقى صغير دلوقتي، وفي مع بدايه المشروع مش هنبص لها. لكن انا اي وود سي يعني بالخبره الصغيره كام مصنع النهارده حضرتك تعرف فيه انترنت اوف ثينجز راكبه من دي 1؟ انا ما اعرفش. لا. فخلينا نقول ان اللي مش هياخد باله في السنين ديت وإيميدياتلي يبتدي يشوف السمارت ميترز ويركبها هيندم جدا لما تجيله فواتير الغاز والكهرباء والميه. فاحنا زمان كنا بنستسهل في الحاجات ديت وبنعمل اوفر سايزنج، ودايما تشالنج الديزاينر ليه ده صغير وتشالنجه لو هو كبير، ما هو ممكن يكون عامل اوفر سايز. فالكالكوليشنز يبقى لازم محسوبه مره واثنين وثلاثه. احنا بندي انا عارف الشركات الكبيره من الكونسلتيشن بيبقى 1 انجينير هو بيديزاين، واحد بيريفيو زي ما كلنا بنريفيو كده اتس اوكي، وبيبقى في كوارث في الحسابات. فانا لما اجي اختار شركه لازم اختار شركه بتقدر تقيم يعني الرقم. يعني انا لو قلت لدكتور بهاء المصنع ده كذا 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 كده بالخبره كده وهحط له شيلر 200 طن، دكتور بهاء يقول لي ليه؟ اللي حضرتك بتقوله ده اكيد في ناس من اللي بيسمعونا دلوقتي هيفكروا بنفس الكلام. الموضوع بسيط، وانتوا ليه مكبرين الامور بالشكل ده؟ وليه شايفين ان الامور يعني وقت التصميم لازم تكون that much detailed ولازم نراعي كل التفاصيل؟ هنا لازم نفكرهم ان regulated industries غير وليها تفاصيل كتير. واسمع حضرتك دكتور بهاء. خلي بال حضرتك احنا لما بنتكلم على مصنع سواء دواء او غذاء او whatever، احنا بنتكلم على استثمارات لو بالجنيه المصري هي بمليارات. اقل مصنع لو خط انتاج واحد بنتكلم 1.5 مليار 2 مليار. احنا بنتكلم على انفستمنت. يعني الواحد مننا لما بيحب يشتري عربيه بمليون جنيه بيعمل مليون مقارنه وبيشوف الاسعار الاسواق والبراند وبيسال 10-20 واحد وبيعرف استهلاكها من البنزين مش كده، واستهلاكها بيسال على كل حاجه. صح. ما بالنا احنا بنتكلم على انفستمنت بمليارات. الا يستحق هذا الانفستمنت ان انا انفست تايم في الديزاين؟ يمكن بنحاول نوفر في وقت التصميم. الوقت اللي هنوفره في التصميم هنغرم أضعافه لما نحب نصلحه بعد كده. ده إذا عرفنا نصلحه، لأن في حاجات للأسف مهما عملنا فيها ما بنعرفش نصلحها. فدي جزئية. والجزئية كمان الباشمهندس اتكلم على تكلفة، وتكلفة الأوبريشنال كوست بتاعنا بعد كده. احنا العالم دلوقتي رايح للسستينابيليتي والرينيوبل انرجي، جرين بيلدينج يعني. ف في حاجات كتيره وحاجات بسيطه تبس كتيره نقدر تو بي كونسيدرد او يعني ناخدها بعين الاعتبار في الديزاين بتاعي. ليه المبنى الاداري بتاعي ما يكونش كله بسولار انرجي؟ عندنا على فكره مصانع تجميل عالميه شغاله انا اعرفها وزرتها وشفتها مستخدمين سولار انرجي للمبنى الاداري كاملا، ومعالجه المياه والى اخره. فتتكلم على 1 كلير فيجن. انا هحاول الخص يعني 1 كلير فيجن لنجاح المشروع. 2 انفولفمنت او للتيم بتاع الاوبريشن، او ان احنا نشرك تيم الاوبريشن
وبالاخص اللي هم الناس اللي شغاله بايديهم، شوب فلور، بنسميهم شوب فلور، العمال اللي شغالين بايديهم، والمشرفين الصيادله او الكيميائيين اللي شغالين معاهم، او المهندسين في الورك شوب بتاعتهم او في الصيانه او في اليوتيليتيز. وعلشان نملى او نعمل بريدجنج للجاب اللي ما بين الديزاين، او نتفادى الجاب اللي ما بين الديزاين والاوبريشن واللي اثرها بتكون كارثيه بعد ذلك. ثم الجزء الخاص باعتبار بكره، الفيوتشر. انا هكبر ازاي؟ لو حبيت اكبر انا عامل حساب بكره وبعده وبعده وبعده، عامل حساب 20 30 سنه قدام ولا لا؟ واخيرا 50 بقى زي ما 50 سنه 50 في المباني، ده في المباني، لكن المبنى الخرسانه عمره بيبقى 100 سنه. فانت بتبصي 50 سنه، لان البلوت اريا بتاعتك عشان تمليها لازم تبقي شايفه البلوكات. يعني اول حاجه في بدايه اي ارض اختيار الارض، واختيار الارض لازم يكون في مكان مناسب للعمليه الانتاجيه، من توافر يوتيليتيز، توافر طرق صالحه، توافر باركينج العربيات، القرب من المنافذ اللي هوزع عليها بعدين. كل حاجه لازم، يعني اختيار قطعه الارض في حد ذاته حاجه، اختيار مساحتها رقم 2، وبعدين تصور البلوكات اللي هتبقى عليها من النهارده لغايه الماتيوريتي كبلوك. فتقدري تقولي انا محتاج انفراستراكشر يبقى شكلها ماشي ازاي، المسارات الرئيسيه لعمر الارض. فدوت بيخلينا نفس الحكايه اللي بيرد عليها بيلخصها دكتور بهاء في النقاط الاساسيه. وحابب اضيف حاجه بقى، هو ليه المثلث اللي احنا الثلاثه فيه؟ المثلث اللي احنا الثلاثه فيه الهندسيه، وفي الاوبريشن متمثله في البرودكشن والكواليتي والتخزين وكل الحاجات، ودكتوره ناريمان بالهيومن كابيتال. لان في جزء كمان مهم قوي اللي هسيب حضرتك تتكلمي عنه في اختيار المنظومه الاداريه والفنيه للمكان. ان احنا واحنا بنديزاين، طب احنا حطينا واحنا بنديزاين الاتش ار ايشوز، حطينا ان احنا نعمل تشيرفول كولرز في الاماكن، ان احنا نتاج الاماكن صح، نخلي المكان محبب للعماله. يعني احنا ممكن بتاتشات بسيطه جدا في كافيتيريا، بدل ما نحط شويه ترابيزات وشويه كراسي وكيتشن واحنا كده عملنا الفانكشن، شويه تابلوهات، شويه الوان، ناتشرال لايت زي ما كان بيقول الدكتور، بيخش من الجهه. وفي دراسات علميه كتير بتتكلم بالزبط. على مستوى الانتاجيه بيزيد مع مستوى التهويه ومع مستوى الاضاءه اللي بتتوفر للموظف. لو انا راعيت ده من مرحله التصميم، اكيد هاخد انتاجيه افضل من الموظفين او من العمال اللي موجودين داخل المبنى او داخل الاصل اللي انا صرفت عليه ممكن كتير، بس ما راعيتش شويه حاجات بسيطه زي ما حضرتك بتقول، مش هتكلفني حاجه وانا بشتغل حقيقي. وساعتها انا هتأثر بانتاجية اقل، وابقى مستغرب دايما في كتير من الشركات حقيقي بنشوفها ان الانتاجية ما بتحققش المعدلات المطلوبة. هو طبيعي انها ما تحققش، لا انت موفر للناس تهوية مظبوطة، ولا انت موفر لهم مساحات سواء مكتبية او مساحات ممرات زي ما حضرتك قلت في بعض المواقع الانتاجية تسمح لهم انهم يشتغلوا بشكل فيه اريحية. معدل الاصابات اللي بيزيد نتيجة عدم مراعاة حركة العنصر البشري داخل خطوط الإنتاج، كل ده بيأثر على الإنتاجية أكيد. بس اسمحوا لي البارت ده تحديداً أنا شايف إن إحنا محتاجين وقت أطول نتكلم طبعاً لأن إدارة العنصر البشري بعد الأوبريشن وبعد جزء التصميم محتاج وقت أطول نتكلم عنه، لأن أنا شفت بعيني مصانع it was piece of art، لكن في النهاية فشلة حقيقي. المباني الحجر كويس قوي، بس البشر ما تعمل لهمش حوكمة ولا governance ولا HR policies ولا حاجات كتيرة قوي، ولا selection ولا رعاية مستوى الاختيار ولا بتاعي حدود من كل واحد بالظبط. وفي جزئية مهمة جدا أحب أقولها هنا، ممكن تكون بداية للبودكاست بتاعنا أو اللقاء التاني بتاعنا، وهي إن أهم جيل في اي شركه بتعمل ستارت اب دايما الفاوندر والجيل الاول، لان كل اللي بيجي بيبقوا فولورز حقيقي. نكمل ان شاء الله بعد. انا بشكركم على وقتكم النهارده، شرفتوني، ولازم نكمل الحلقه اللي جايه، ولان اهم اصل في كل الاصول اللي تم الانفاق عليها هو العنصر البشري. بس هكون انا
المودريتور بقى، انا موافقه عشان جدا. دي كامل المنطقه بتاع الاحترام يا حضرتك. دكتور. كامل الاحترام. أوكي. ميرسي لوقتكم.